عشان تنامي، ده وقت النوم. انا مش عايزه انام. لا يا ريناد، لازم تنامي، ده وقت النوم. الأطفال الصغيرين لازم يناموا بدري ويصحوا بدري. طب لو سمحت ممكن حضرتك تحكي لي قصه قبل ما انام؟ طبعا ينفع، فكرة حلوة. أنا ممكن أحكي لأصحابنا كمان قصة جميلة، ممكن تكون قصة ممتعة وكمان يستفيدوا منها معلومات مفيدة، وممكن كمان يسمعوها قبل ما يناموا. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ احنا النهارده رجعنا لكم بفيديو جديد وبسلسله جديده. النهارده اول فيديو من سلسله قصص قبل النوم. في السلسله دي احنا هنحكي لكم قصص ممكن تسمعوها قبل ما تناموا، والقصص دي هتكون ان شاء الله قصص ممتعه وكمان تتعلموا منها معلومات مفيده. بس طبعا يا اصحابي، قبل ما نبدا الفيديو لازم تصلوا على سيدنا محمد، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، ولازم تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده. ويا ريت تعملوا لنا فولو على الانستجرام، هتلاقوا اللينك في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ويلا بينا نبدا قصتنا. قصتنا النهارده بعنوان سالم وقالب الحلوى. القصة بتقول إن في طفل مؤدب وجميل اسمه سالم، وكان سالم بيحب جدا جدا إنه ياكل الحلويات اللي مامته بتعملها له، فكان كل فترة بيطلب من مامته إنها تعمل له حاجة جميلة من الحلويات اللذيذة. وفي يوم من الأيام اشتاق سالم لتذوق الحلويات المنزلية اللي مامته بتعملها له، فطلب من مامته إنها تعمل له حلويات. فطلبت الأم من سالم إنه يروح علشان يشتري البيض عشان مامته تعمل له الحلويات زي ما هو عايز. راح سالم وهو متحمس علشان يشتري البيض، وفي الطريق قابل صاحبه سعيد، فسلم عليه وسأله هو رايح فين. فسعيد قال له انه رايح المحل علشان يشتري شوية حاجات مامته طلبتها منه. فسالم قال له انه رايح نفس المحل، وعشان كده راحوا مع بعض لحد ما وصلوا المحل، وبدأ كل واحد منهم يشتري الحاجات اللي مامته طلبتها منه. وفي الطريق وهم راجعين سالم ما كانش واخد باله ان في حفرة صغيرة كانت موجودة في ارض الطريق، فسالم اتكعبل ووقع، وللأسف اتكسر كل البيض اللي كان شاريه. قام سالم وهو بيعيط وبينفض هدوم سخت من التراب، وكان ساعتها سعيد بيحاول يهديه ولكن مفيش فايدة. فضل سالم بيعيط جامد جدا لأنه كسر البيض، ومش عارف هيقول ايه لمامته اللي اعتمدت عليه وطلبت منه يشتري البيض. وفضل يفكر انها اكيد هتتعصب عليه وتعاقبه، وعمال يفكر ازاي يعتذر لها علشان تسامحه. فكر سعيد شوية، ابتسم ابتسامة شريرة وغريبة، وزي ما يكون كده ابتسامة فيها مكر وخداع. وسعيد قال لسالم أنا هقولك دلوقتي فكرة رائعة علشان تنقذ نفسك من عقاب مامتك. سعيد قال لسالم قول لمامتك إن الفلوس وقعت منك، وإنك دورت عليها كتير وملقتهاش، وعشان كده معرفتش تشتري البيض. بس الفكرة دي ما عجبتش سالم خالص، لأنه ازاي إنه يكذب على مامته علشان ينقذ نفسه من عقابها. ثانيا، ماذا عن عقاب الله سبحانه وتعالى؟ ولكن سعيد قعد يزين له الفكرة، وبدأ يحاول يقنعه بجميع الطرق الكتيرة المختلفة بحجة إن دي مجرد كذبة بيضة. مش بس كده، قال له كمان إنها مش هتضرك في حاجة، دي كمان هتنقذك من عقاب والدتك. وصل سالم البيت وخبط على الباب، فتحت له مامته وبصت له شوية مستغربة من هدومه المتوسخة، فسألته عن إيه اللي حصل له وفين البيض. اتردد سالم شوية وفكر في كلام سعيد، وهيقول ايه ليها دلوقتي، يكذب عليها ولا يقول لها الحقيقة؟ انت رأيك ايه يا ريناد؟ لا طبعا لازم يقول الحقيقه. يا ترى هو قال لمامته ايه؟ هو فعلا ما ينفعش يكذب لان الكذب حرام. وفعلا هو من غير تفكير سالم حضن مامته وفضل يعيط ويقول لها الحقيقة، وحكى لمامته كل اللي حصل. فمامته حضنته جامد وهي بتقول له بحنان الحمد لله على سلامتك يا سالم، والحمد لله انك ما كذبتش عليا. قالت له ما تزعلش، هديك فلوس تانية عشان تروح تشتري البيض وتساعدني في عمل الحلويات، المهم انك ما كذبتش عليا، وخد بالك المرة الجاية وانت ماشي عشان ما يحصلكش حاجة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ دي طلعت حدوتة حلوة وجميلة، وتعلمت منها حاجات كتير. تعلمت منها اللي الكذب حرام والصدق بينجي. وبكده يا اصحابي تكون القصه خلصت. اتمنى انكم تكونوا حسيتوا ان القصه ممتعه وتكونوا استفدتم. وطبعا احنا كده استفدنا من القصه ان الكذب ملهوش الوان، مفيش حاجه اسمها كذبه بيضه وكذبه سودة. الكذب مفيهوش الوان، الكذب كذب. ما ينفعش ان انا اكذب ايا كان مهما كانت الظروف، حتى لو انا غلطان وفي مشكله ما ينفعش اكذب، لان الكذب ممكن يوقعني في مشكله تانية. وغير كل ده فالكذب حرام، كده ربنا يزعل مني.
وما ينفعش ان انا اكذب خالص، عشان كده ممكن لما ربنا يزعل مني يدخلني النار. شفتوا بقى ان الكذب حاجه وحشه جدا. وبكده يا اصحابي يكون قصتنا خلصت وحلقتنا خلصت. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتصبحوا على خير. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.